البيل ب27 مليون هتاخد 3 سنين، الهاير هتاخد 12 مليون 500 ألف و3 أشهر، ودي ستارت تو ستارت عشان الاتنين في نفس الوقت. انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات البي ام بي. ومش عايز أحرق لكم بس نتائجهم مبهرة. أنا اسمي علي، عندي 11 سنة، وأنا حلمي أكون كيميكال انجينير. السكوب اللي هو الهدف رقم 1 أشتغل على نفسي كل يوم، وكل يوم لازم أذاكر على الأقل 3 ساعات لو أنا عايز أنجح. وتالت حاجة أروح كورس عشان أتعلم عن الكيميكالز اللي أنا أصنعها وأبيعها. رابع حاجة لازم أتخرج من الجامعة والكلية. رقم 5 أكون متخرج من هارفارد وهعمل ابلاي للجوب عشان ابدا شركتي. اخر حاجه هبيع الكيميكالز للشركات تانية. التايم الفيجن ان انا اكون اكتر حد ناجح في العالم واصنع كيميكالز جديده واسم الشركه تبقى كيميز. التايم يبقى هبدا اذاكر كل يوم ده مجانا، والكورس يبقى 3357. الهارفارد تبقى 18 مليون 44 ألف 280، وأنا هقعد 10 سنين فيها يبقى 77 مليون 976 ألف جنيه. ده البادجت بتاع الكومباني. يعني في الكومباني هعمل الديزاين هيبقى ب10,000 جنيه عشان اجيب الناس وهتاخد شهر، وبعد كده اعمل بيلد وهاير. البيلد ب27 مليون هتاخد 3 سنين، الهاير هتاخد 12 مليون 500 ألف و3 أشهر، ودي ستارت تو ستارت عشان الاتنين في نفس الوقت. وبعد كده هعمل تريننج للامبلويز تاخد شهر ومليون جنيه، وبعد كده هعمل بروديوس للكيميكالز اللي انا هبيعها، دي تاخد مليون، وبعد كده هبيعها للشركات كلها تبقى 100 مليون. بعد كده فينش. التوتال تايم 5 years و6 months من اول ما ابدا الشركه، عشان دي البروجكت، ده مش بروجكت، ده العادي. والتوتال كوست 60 مليون 500 ألف including risk 10 مليون عشان لو الدولار غلي فيبقى معايا. بس الريسورسز في الكلية والجامعة يبقى بن بوك نوت بوك اللي هتوب الفوم. وبعد كده في البروجكت الكومباني هيبقى رو ماتيريال بريك سيمنت بلو برينت ميتال وكيميكال. الفريندز والفاميلي، الوركرز، السكول والكولج، الجوفرمنت ابروفرز والكوليجز بتوعهم. عندي سؤال، مين هيدفع فلوس هونفر؟ ما هو انت هتدفع ده وده وانا هاخد تدفع، بس انا هدفع 3000. لا هتدفع ده. وبعد كده بدول 77 هدفع كل ده، بعد كده هدفع لك الهون. ماشي.